دلوقتي الشباب اللي عندها أحلام وعندها طموح وكل يوم عمالة تسعى على أحلامها وعلى طموحها، وكل يوم بتحاول تعمل اللي تقدر عليه. كل يوم بتقاوم وبتجاهد نفسها بإن هي تصنع حلمها، بإن هي تحقق حلمها، من رغم إن مفيش نتائج تدل على ان الحلم بدأ ان هو يتحقق، او مفيش نتائج بتدل على ان هم ماشيين في الطريق الصح. بس هم مصممين ان هم يكملوا سعي، ان هم يكملوا في تحقيق احلامهم واهدافهم. لما بيجوا يناموا في اخر الليل بيلاقوا نفسهم بتيجي لهم افكار كتير جوه دماغهم. من ضمن الافكار دي حاسس بان هو لسه مقصر في حق نفسه، حاسس بان هو قادر يعمل اكتر من كده، قادر يسعى اكتر من كده، قادر ان هو يبذل مجهود في تحقيق حلمه اكتر من كده، قادر ان هو يكون شغال مكنه، قادر ان هو يكون شغال 24 ساعه، قادر وقادر وقادر. اهدى، بمعنى صح اهدى. مين اللي قالك انك انت تبقى مكنه شغاله 24 ساعه؟ مين اللي طلب منك بانك انت ما تستريحش، ما تاخدش راحه؟ بص يا ابن الناس، بمعنى صح حلمك هيتحقق بإذن الله، ده لو ربنا شاء. لا بس انت لو اشتغلت 24 ساعة في ال 24 ساعة وربنا ما قررش بان حلمك ما يتحققش، فانت ما حلمك ما يتحققش في منتهى البساطة. على قد ان الراحة لها اضرار بس لها نوافع. لازم أن تستريح، لازم أن تاخد راحة، انت مش مكنة. لازم أن تستريح وتاخد راحة وتقعد مع نفسك وتتأمل في معجزات ومخلوقات ربنا، وان ربنا قادر يخلق ليك المعجزات من غير ما تبذل مجهود. هو ربنا طلب مننا باننا نتعب، باننا نسعى، باننا نجتهد، بس مش معنى كده بانك انت تشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة وما تستريحش. ايه ده؟ خد راحة. التأثير اللي انت بتحسه في اخر الليل، ان انت حاسس ان انت مقصر في حق نفسك، ان انت حاسس ان انت قادر تعمل اكتر من كده، حاسس بانك انت قادر ان انت تقدم اكتر من كده في تحقيق حلمك وتشتغل 24 ساعة وتبقى مكنة، يعني انت كده بتظلم نفسك. مين اللي ادالك الحق بانك انت تظلم نفسك؟ مين؟ مش كفايه ان الدنيا عماله تظلم فيك وانت مستحمل؟ مش كفايه ان انت عمال كل يوم عمال تسعى، عمال تحاول، عمال تقاوم انك انت تحقق حلمك، من رغم ان مفيش نتائج بتدل على انك انت ماشي اصلا في الطريق الصح، مفيش نتائج بتدل على انك حلمك بدأ ان هو يتحقق. انت ليه عايز تظلم نفسك اكتر من كده؟ انت لما تيجي تظلم نفسك هيجيلك احباط، هيجيلك حزن، حالتك النفسية هتنزل، حالتك النفسية هتتعب، فانت هتقعد لك يومين ثلاثة مريح من غير ما تسعى ومن غير ما تعمل اي حاجة. فاحساس التأثير ده هيأثر عليك بالخسارة، هيخليك تضيع أيام من عمرك من غير ما تسعى. انت اعمل اللي عليك، مش شرط بانك انت تبذل 100% كل يوم، انت اعمل اللي عليك حتى لو ساعة في اليوم انك انت تحقق حلمك. انت لو نزلت الجيم اول مرة واخدت تمرين 5 ساعات هتلاقي جسمك اتكسر وممكن يتخش انت في عمليات وحوارات كبيرة. بس لو نزلت جيم كل يوم ساعة، ولا كل ساعة، كل 3 ايام في الاسبوع ساعة، بعد اخر السنة هتلاقي نفسك عملت فورمة محترمة. فانت اهم حاجة بانك انت تستمر. بس حكاية انك انت تبذل مجهود 100% وتجيب اخرك كل يوم دي مش مضمونة. احنا مش مكن. من الاخر عاوزك تهدى وتحط في دماغك حاجتين. اول حاجة بانك انت تبقى متيقن وعندك يقين في ربنا، ان ربنا قادر يحقق ليك احلامك من غير ما تبذل مجهود، من غير ما انك انت تتعب 100%. ربنا قادر ان هو يبني ليك المعجزات، بس بمجرد انك انت تبدأ تثق في ربنا وتبقى متيقن في معجزات ربنا ليك. دي نقطة ومن بداية السطر. تاني حاجة بانك انت تسعى على قد ما تقدر وما تظلمش نفسك وما تحسسش نفسك بانك انت مقصر في حق نفسك. انت مش مقصر في حق نفسك طول ما انت بتسعى كل يوم على الحاجة اللي انت بتحلم بيها وعاوز انك انت تحققها في الواقع، من رغم ان الواقع بيقولك ان ده مستحيل، من رغم ان الظروف صعبة، من رغم ان الدنيا عمالة تلخبط فيك وعمالة تحط فيك وتجيب فيك، من رغم كذا وكذا وكذا، بس انت برضو مصمم بانك انت تسعى وتكمل علشان ده حلم بالنسبة لك. فانت ده اهم حاجة، بانك انت تسعى كل يوم كل يوم، بس مش شرط ان 100%. اهم حاجة بانك انت تستمر في السعي. واشوفك في فيديو جديد. سلام.